ورحمة الله وبركاته. متابعين تربية الطيور مع الحواوشي، اهلا وسهلا بكم. هنتكلم مع بعض زي ما وعدنا حضراتكم عن اهم العلاجات البشري اللي بنستخدمها في تربية البط. طبعا احنا بنستخدم في تربية البط بعض العلاجات البشري بتساعد معانا ان التربية تكون كويسة، زي مثلا الفلاجين. ده كويس جدا عشان خاطر زي مطهر معه والفطريات والكلام ده عشان الاسهالات يعني. في الانتينال برده كويس جدا. معانا في ديكال، ده يعتبر كالسيوم حلو عشان لو في كساح ولا في اي حاجه من ديت. بالاضافه الاميولانت ده هو رافع مناعه برده بشري وكويس جدا من الضغط. دي بعض العلاجات البشري اللي احنا بنستخدمها في تربيه البط. ايه العلاجات يعني الاميولانت رافع مناعه زي ما قلت لحضراتكم، ديكال كالسيوم عشان خاطر لو كان في كساح ولا في اي حاجه، انتينال وفلاجين. في كمان بقى لو في اسهالات ولا حاجه ممكن تشتغل على السيلوستين، ده كويس جدا برده بالنسبه ليهم. لو في طشمه ولا اي حاجه من الحاجات ديت ممكن نشتغل على ال1 2 3 او الاولفنت اللي برضو اللي شغالين. دي كلها تقريبا او اغلبيه العلاجات البشري اللي بنستخدمها في علاج البط او في تربيه البط. مع الاضافه لها ممكن تشتغل في البيطري مثلا على مضاد السموم، رافع المناعه، تشتغل معاك طول الدوره طول ما فيش اي حاجه يعني مفيش مشاكل. لكن الفلاجين والانتينال لا قدر الله في اسهالات في اي حاجه، العلاجات دي كويسه وفعاله جدا. بالاضافه للسقوه المهمه اللي احنا دايما بنتكلم فيها. معلش بس عشان الصوت تعبان شويه. السقوه المهمه اللي احنا بنتكلم فيها ديت طوالي بتعملها للبط كل 10 ايام، زيها زي مضاد السموم زي غيره اللي هي كلور وعسل وخل. حط سنت وسنت وسنت على لتر ميه. السقوه ديت ناس كتير مجربينها، زي ما بيقولوا كده سر من اسرار تربيه البط في المزارع. يعني كان حد يعني خبير كبير في التربيه بتاعت البط قال لنا عليها كويسه جدا، بتعمل نتائج كويسه. لا قدر الله بقى البط بيلف اي حاجه من الحاجات اللي احنا عارفينها دي كلها، في مشاكل ما بيسحبش في الاكل، العسل بيبقى فاتح شهيه، الكلور مطهر معوي، الخل مضاد سموم طبيعي زي ما احنا عارفين. بس بنعملها سقوه على سنت 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 على لتر ميه. ممكن نعملها مرتين او ثلاثه، كل مثلا 10 ايام مره، كل مش عارف 5 ايام مره، حسب الحاله اللي قدامك والقطيع واللي انت شايفه. ودي تقريبا اغلب العلاجات البشري اللي بنستخدمها لتربيه البط كلها اللي احنا بنتكلم فيها ديت. ولو حد بقى عنده اي استفسار عن اي شيء في البط، احنا مع بعض ابعتوا لنا في رسائل، واحنا كده كده بنجاوب على حضراتكم على كل حاجه. وطبعا البط اللي قدامكم ده اللي هو البط الفرنساوي البيور. ما شاء الله البط ده داخل على عمر 25 يوم، معديه نص كيلو ما شاء الله يعني اهيت. ويعني ربنا يصلح حال الجميع. لو عجبكم الفيديو هنعمل لايك وشير على الفيسبوك، وطبعا على قناه تربيه الطيور مع الحوشي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.